قطار الزمالك يتوقف اخيرا، قطار الزمالك يتوقف اخيرا. النق والنبر جاب نتيجه. انا قلت لكم هنفوز 3-0، مفيش بعد كده، ما ترجعوش ورايا خلاص. عايزه اقول حاجه، الفيديو ده للزملكاويه بس. عايزه اقول حاجه، والله ما شماته، لان انتوا عارفين ان انا مش بشمت، وانا مؤخرا بحب الجماهير الزملكاويه وبحترم نادي الزمالك. بجد هقول كام حاجه. النهارده الاهلي نازل، مفيش انا هتكلم تحليليا والله، يعني مش تريقه وثلاثه والكلام ده. الاهلي النهارده نازل مفيش نديه. حاسه ان احنا النهارده بنلاعب حرس الحدود، والله ما تقليل من الزمالك. بصوا يا جماعه، خدوا الكلام مني، انتوا عارفين ان انا مش بشمت ومش يعني انا هتكلم دلوقتي حياديا، دي نصيحه. الاهلي نازل النهارده مفيش نديه، اكني بلاعب حرس الحدود. ده والنبي لو ده لما لعبت بيراميدز خدت 3 على قفايا، يعني احنا خدنا 3. انت النهارده ادركت، عارف ليه؟ انت متصدر الدوري، الزمالك معنوياته احسن مننا، واحد نهائي افريقيا، متصدر الدوري، المفروض معنويات، احنا المفروض معنوياتنا تحت زيرو وانت فوق. ليه بقى احنا عملنا كده؟ ليه؟ لان مفيش نديه. ارجع اقول ان المدير الفني بتاع الزمالك معتمد جمال، انت نازل اكنك مصدر اللعيبه خوف. النهارده انا متفاجئه ان جماهير الزمالك، سوري يا رب، لعيبه الزمالك بتطفش كور. مقام الزمالك انه يطفش كور قدام الاهلي؟ يعني ده مقام واحد متصدر الدوري. يعني طب ممكن اقول لك في حاله تانية، بس متصدر الدوري يطفش كور، يستقبل جونين في الشوط الاول، ده مقامه؟ انت مصدر للعيبه خوف، المدير الفني مصدر للعيبه خوف، مش هقول غير كده، انت مصدر لهم خوف، انت مصدر لهم رعب يعني رعب، اكنه نازل بعبع. لكن هل دي الحقيقه؟ لا، ده المفروض معنوياته تكون احسن مننا. انا فاهمه تفكير بقى المدير الفني بتاع نادي الزمالك معتمد جمال، بيقول لك ايه؟ احنا نطلع بنقطه. ما انت لو انت فكرت اللحظه، لو انت نازل بتقفل ملعب قصاد الاهلي هتستقبل. ما انت سوري يعني ستيل الاهلي، مش بتلعب حرس الحدود، ستيل الاهلي والله العظيم عشان حاجه، بس ستيل الاهلي مهما كان فيه ماتش ديربي ملوش ليه حسابات اخرى. يعني بلاش انت متصدر والكلام ده واطلع بنقطه، اديك شلت ال3. معتمد جمال يتحمل جزء كبير جدا، يتحمل 90، بص 75% الخساره، 25%، وعلى فكره يتحمل الخساره كلها. بالله عليكم، بالله على كل الزملكاويه، على فكره الكلام ده في بيجات كتير لسه منزلاه، انا مش بتريق. المهدي سليمان ايمج للزمالك، يعني المهدي سليمان، نفكر اوت اوف ذا بوكس، يعني المهدي سليمان ايمج للزمالك، انتوا شايفينها؟ يعني النهارده لو بصيتوا في ال3 اجوان اللي دخلوا غلطاته دي، الكور زاويته. على فكره لو وسام ابو علي موجود كان رقص المهدي. ارجع واقول لكم احنا مش عارفين نعوض وسام ابو علي، والله العظيم بيشوط من بعيد ومن زاويه ما حدش عارف يجيبها، وهي من بعيد. في حد جابها عشان شهاده حق برده، كان محمد عواد حارس الزمالك اللي قاعد دكه دلوقتي. مهدي سليمان ده حارس الزمالك، مش مامكم والله العظيم ضحك. انا النهارده بعد الجون ده ضحكت، عذرا ما تزعلوش مني، بس انا ضحكت. الكوره النهارده معديه من بين رجله، لولا ان في على فكره كان في جون ثالث، لولا ان في حد لحقها عدت من رجله، ولو ان هي عدت من جنب ايده، ما انت ده في زاويتك، ده جون اهبل يعني، اهبل جدا يعني، حرام عليك بصراحه يعني. انت ضيعت. وارجع اقول ان المدير الفني هو اللي حاطط الحارس ده، ما هيتحمل 100% من الخساره. هو الحارس اللي بيلعب نفسه، ولا انت اللي قايله يقف هنا؟ الحارس ده المفروض ما كانش يلعب اصلا، ده اساس الزمالك اصلا بجد. مين فين تاريخ المهدي؟ يعني اللي يوصل لنادي الزمالك يا جماعه عمل ايه؟ انت جبت دوري ولا عملت؟ فين تاريخ المهدي؟ فانا مش فاهمه بصراحه. والله ما صعبان عليا غير جماهير الزملكاويه، زي اللي كان صعبان عليا جماهير الاهلاويه. اللعيبه لا، انا بيصعب عليا الجمهور النهارده بلس 80 لقيته ساحب نفسه ومشي، ولقيت ناس بتعيط. ما هو 3-0 تقيله، 3-0 تاريخيا تقيله، سيبك من ماتش دوري، بس هتفضل دايما مذكوره على مر التاريخ. 3-0 مفيش جون دخل. حسام عبد المجيد عندكم، كنت فاكره ان ياسين مرعي فاشل، افشل واحد في الوجود. انا بقول لكم هو اهلاويه، وبقول لكم ياسين مرعي كنت فاكراه افشل واحد في الوجود. شفت ان في افشل منه اسمه حسام عبد المجيد، والله ما غير زعل ومش شماته، بقولها كل مره اهو. حسام عبد المجيد انت استاذ في ترجيع الكور، استاذ. هتقولوا لي خرج كوره كانت جون، هقول لكم بتسبب لكم في كل الاجوان من زاويته. لو رجعت كل اجوان الزمالك، انا بالي بتفرج عليكم اخر سيزون، يعني التلت الاخير من السيزون، القاسم من السيزون 3، انا التلت الاخير بتفرج عليه. كل الاجوان من زاويه حسام عبد المجيد، كل الاجوان، كل الثغرات من زاويه حسام عبد المجيد. هتلاقي دايما الثغره الثانيه مقفوله. هتلاقي كل الاجوان الاهلي، بصوا راجعوا كل اجوان الزمالك اللي مش هنسيبكم من ماتش النهارده، راجعوا كل الاجوان اللي انتوا استقبلتوها على مدار السيزون، زاويه حسام عبد المجيد، كله والله العظيم ما فاهمه ازاي ده. انا لقيت حد افشل من ياسين مرعي،
يعني والله ما صعبان عليها قد الجماهير النهارده وهي بتعيط، تقيله قوي 3-0. فرفقا بالجماهير، زي ما الاهلي كان طالع عينه والله رفقا بالجماهير، كنت بقول كده رفقا بالجماهير، ان انا برده واحده من الجماهير الاوليه كان طالع عيني والله لازم، كنت بجد كنت يعني اخر مره في 3-0 دي لو كنت بعيط بقى، اللي هو 3-0 بيراميدز خد فينا 3-0 كنت عماله اعيط بقى، اللي هو خلاص كفايه انهيار، احنا بننهار. فانا النهارده حاسه بالجماهير الزملكاويه، انا عارفه النهارده في انهيارات، في عياط، في بلاوي سودا يعني. فالمدير الفني انت فاشل، عذرا ما تزعلش مني، انت فاشل. هتقولي متصدر الدوري، هقول لك والله شهاده حق انتوا متصدرين، وانا كنت بقول الزمالك يستحق الدوري، بس انت ما تستحقش تاخد الدوري باسمك، اصل هيتكتب في الاخر الدوري الزمالك خد الدوري ومعتمد الجمال كان المدرب، انت ما تستحقش، والمهدي سليمان ما يستحقش ياخد الدوري، ما يستحقش، انا قولا واحدا ما يستحقش. شيل دول حط اي حد مكانه تستحق. كل اللعيبه طالع عينها، عبد الله السعيد، على فكره عبد الله السعيد بالمناسبه في ناس كتير ما بتحبوش، عموما انا بحب عبد الله السعيد لان انا بشوفه زي كريستيانو كده، احنا لازم نشجع النسخ المصريه تبقى اسطوره يعني، فاهمين اللي هو بعد بلس 40 انت المفروض شباب لسه. انا كنت بشوف بقى الناس بتيجي عند ال 35 كده، لا انا عجزت خلاص، مين 35 عجز؟ ده بيقول لك الشباب كله في الثلاثينات اصلا، يعني اللي صدر لنا الفكره دي اصلا غبي. يعني كريستيانو اهو 42 سنه زي الفل، احسن من اللي عندهم 28 سنه، بيجري احسن منهم والله. فانا مبسوطه بعبد الله السعيد، نسخه عبد الله السعيد دي اتمنى تتكرر في عندنا مصريين، اتمنى تتكرر دايما يعني في النسخ المصريه. انا بيجري 90 دقيقه، مفيش احنا النهارده عندكم على فكره اللعيبه اللي عندها 28 29 سنه لا يعني الزمالك عنده حاجات كتيره حلوه، بس عنده حاجات كتيره في المقابل وحشه ظهرت كتير النهارده. كنت عارفه من الاول ان معتمد جمال مش كويس، بس كنتش قادره اقول كده، بس ظهر النهارده عيوب كلها للاسف الشديد. كان الحظ بيحالف معتمد جمال، اللعيبه رجاله بس الحظ كان بيحالف معتمد جمال، مش مدير فني كواليتي ياخد دوري والله العظيم، شهاده حق. على فكره ولا يستروب بياخد الدوري عشان الناس هتقول لي هو يستروب بياخد الدوري، انا عارفه الجمله دي اتقال لي، ولا يستروب بياخد الدوري والله، ولا يستحق ياخد الدوري، ولا كواليتي تاهله اللي ياخد الدوري. فزلكه برده زي معتمد، بس معتمد عنيد يعني بيزود اللي هو مش اعرف غلطي واسكت بس.